عودة لحضراتكم مرة تانية. ومصر هي في مستقبلها، يعني أنا أزعم أن الفشل الإداري اللي بتعاني منه مصر في كل النواحي حتى الآن، يعني باستثناء مشروع أو اتنين عايزين نستنسخهم، سببه سيطرة بعض الأفكار العقيمة اللي جوه الصندوق زي ما قلنا على حل الأمور في مصر. لكن لما بنشوف ان الشباب بيتولوا حاجه وعاوزين ينفذوها، بينفذوها بمنتهى السلاسه وبينفذوها بمنتهى التنظيم والترتيب، حتى لو احنا كنا ظانين ان الشباب دي ما عندهمش خبره، لا، لكن عندهم حماس وعندهم تنظيم وعندهم دراسه كويسه بتاهلهم انهم يعني يعملوا حاجه كويسه. النهارده معانا مجموعه من الشباب من الاكاديميه البحريه، واشتركوا مع بعض في توثيق ما تم من مشروعات خلال العام الماضي. حقيقي كان في اخفاقات، لكن احيانا بنبقى عايزين نشوف الجانب الممتلئ من الكوب بدل من الجانب الفاضي دايما اللي احنا بنشوفه. يمكن ده يكون دفعه كويسه لينا علشان نبني عليه وعشان نكون احسن في المستقبل. هنعرفكم بالشباب، نبدا من الناحيه البعيده عشان الكاميرا تجيبها معانا. محمد طارق كليه هندسه، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا فندم. ولميس حاتم هندسه، اهلا بيكي لميس. نانسي القيعي اعلام، اهلا بيكي. ساره نصر الله هندسه، اهلا يا ساره. واحمد عطيه لوجيستكس، اهلا يا احمد، اهلا بيكم معانا. طيب نبتدي منين؟ بدات ازاي الفكره دي؟ مين اللي بدأها؟ هو بدأها اصلا واحد مش معانا، هو اوريدي احنا طالعه من عندنا من الجامعه سفينه عايده، دي سفينه الجامعه طالعه تحتفل بقناه السويس. فاوريدي الولد اللي هو اخترع الفكره هو في قناه السويس دلوقتي. يعني المركب هتروح من اسكندريه؟ المركب هتتحرك من اسكندريه وفي اسماعيليه، هي واقفه دلوقتي في اسماعيليه استعدادا للاحتفال بكره ان شاء الله. فهو الولد اللي اخترع الفكره دي هو اوريدي دلوقتي على المركب. هو محمود علام. هو اخترع لنا واحنا كلنا اصحاب، قال لنا احنا عايزين نعمل حاجه. ان في ناس كتير بتقول ان الشباب مش عاجبها اللي بيحصل او حاسس ان مفيش حاجه حصلت، فقال لنا احنا عايزين نعبر عن الشباب، نقول الانجازات اللي حصلت في خلال السنه اللي فاتت دي في مصر بس، مش عن قناه السويس بس. ففي بعضكم هيسافر مع سفينه عايده، بالمناسبه اوبرا عايده كمان هتكون في الافتتاح، فده الخير. وبعضكم بقى يعني اشتغل على توثيق الحاجات دي. طيب اعرف منك بقى يا ساره، يعني اخترتوا المشروعات دي ازاي بحثتوا عن اهم الحاجات؟ ايه المعيار ان ده حاجه كويسه حصلت او دي حاجه وحشه؟ مين اللي كان بيحط المعايير دي؟ احنا فتحنا الانترنت وعملنا سيرش ودورنا انه ايه اهم الانجازات اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت. وصلنا لكذا حاجه وقررنا ان احنا نعملهم في اللوح كده وتصورنا بيهم. وفي الاول عملنا صوره جماعيه كلنا بتيشيرتات تحيا مصر، وتصورنا كلنا مع بانر كبير كنا عاملينه مصر بتفرح. وبعدين بقى صورنا الفيديو كل واحد قاعد يتكلم عن انجاز من الانجازات دي. يعني في الاخر ده فيلم تسجيلي بطريقه مبسطه، انتوا اللي بتحكوا مش جايبين احنا نوصل حاجه حلوه حصلت في مصر، يعني مش لازم ننتقد بس، ممكن في حاجات حلوه كتير. طيب عايزه اعرف من كل واحد فيكم كده ايه احلى حاجه هو شافها في اللي حصل السنه اللي فاتت. يعني انتوا جمعتوا كل الحاجات بس كل واحد وجهه نظره كان ايه افضل شيء او ايه احسن شيء حصل في مصر خلال السنه اللي فاتت. نبدا بنانسي. هو انا شايفه يعني كنت زمان بقف في الطرق كتير جدا، كانت زحمه بطريقه بشعه يعني. فانا شايفه دلوقتي ان الطرق يعني بقت اوسع واحسن وطريق اكتر. شايفه ان الناس اللي كانت بتقف في البنزين بطريقه يعني كنا بنقف طوابير وحاجات كتير، شايفه دلوقتي ما بقاش في الكلام ده. فحلو يعني مصر بتتطور. انا اللي عجبني كمان في الفكره دي ان احنا عايزين نوصل حاجه حلوه. الناس يعني دلوقتي في حاجات حلوه في مصر بتتعمل، فليه ما نقولهاش؟ يعني ليه ننتقد بس؟ طب ما في حاجات حلوه بتتعمل. فده اللي كان مضايقني في الموضوع، ان الناس يعني اغلبيتها بتخش تنتقد، او ان في يعني تركيز على السلبيات وفي اهمال الايجابيات. فاحنا يعني التوازن حلو، نقول السلبيات لكن برضه ما نهملش الايجابيات. انا شفت ان كان في امن مش موجود تقريبا، ما كناش بنحس ان في امان، كنا عايشين خايفين، ما بنخرجش من البيت، ما بنعملش اي حاجه. دلوقتي لا، عارفين نخرج، عارفين ننزل مثلا لما تحصل حاجه زي قناه السويس هنعرف ننزل نحتفل، وعارفين ان الدنيا متامنه كويس. حكايه ان في ناس كتير ما كانتش بتلاقي الدعم، العيش، الاكل بتاعهم ما كانوش دلوقتي كل حاجه متوفره كويس، والناس يعني عارفه تلاقي حاجه موجوده، عارفين يعيشوا يعني، فامنوا كل حاجه موجوده. محمد ليه بقى؟ انا شايف ان من اكتر الانجازات اللي مأثره عليا انا شخصيا، لان انا اخر سنه وبتخرج، شايف ان فعلا فرص العمل زادت في البلد جدا، فعلا اقتصاد البلد بدأ يعلى وينهض. شايف ان الدنيا ماشيه لقدام اكتر من قبل كده، حاسس ان في كل يوم في حاجه جديده بتحصل، كل يوم في تقدم، كل يوم في نجاح. فدي انا شايفها حاجه حلوه جدا حصلت في السنه اللي فاتت. يرجع لاحمد.
انا طبعا بالنسبه ان انا كمان لوجيستكس، فالمشاريع اللوجستيه اللي هتتعمل لقناه السويس، فانا من اكتر تطور طبعا حصل في العام ده هو قناه السويس بالنسبه لي. لما اتخرج هلاقي فرصه عمل اشتغل في مشروع كبير زي قناه السويس. جت في وقتها. جت في وقتها بالظبط. فالمشاريع اللوجستيه اللي هتتعمل حواليه دي طبعا هتبقى فرصه كويسه جدا لكل خريج لوجيستكس ان شاء الله. هو شايفه ان علاقاتنا مع الدول اللي بره بقت احسن شويه بعد ما كانت هي اتدهورت فتره، بس دلوقتي بدانا نرجع، وكمان علاقتنا مع اثيوبيا عشان سد النهضه اللي كان هيقطع نهر النيل عننا بدا شويه انه علاقاتنا بالدول بره تتحسن شويه. يعني يعني اعاده توزيع يعني خريطه العلاقات بيننا وبين العالم، بالعالم. العلاقات ده مهم جدا بالنسبه لكم. اكيد طبعا. طيب قولوا لي يعني في دعم مادي عشان تشتغلوا على الحكايه دي، نشرتوها ازاي؟ هل ليكم منافذ على الانترنت مثلا يعني؟ على اليوتيوب، هو كان اول حاجه نزلناها على اليوتيوب. فيسبوك. احنا كنا حابين نوصل راينا يعني وان احنا فرحانين بحاجه زي كده، فعملنا الفيديو ده ونزلناه على اليوتيوب. طبعا بمساعده الجامعه، طبعا يعني احنا بمساعده الجامعه خدنا الكاميرات من عندهم وقعدنا خدنا اللوكيشن بتاع التصوير وحطينا البانر ورا، كلها بمجهوداتنا احنا الشخصيه ومساعده الجامعه. ووقفت طبعا دكتور احمد الدقلي معانا عميد شؤون الطلاب، واستاذ عادل في قسم النشاط الثقافي هو استاذ سالي، هم حقيقي وقفوا معانا ونشرنا الموقع ده على موقع الرئاسه بتاع الاكاديميه بتاعتنا ونشرناه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وبس. طب نشوف شويه الصور اللي جايبينها دي اللي ظهرت في الفيديو. دي اتصورنا بيها في الفيديو، بس الكاميرا كده مش شايفاها، خليها قدام الكاميرا. هي دي الجزء الخاص عن تحسن ملحوظ في العلاقات السياسيه الخارجيه، ان احنا حسنا علاقاتنا مع الدول اللي بره. مع محمد، مع حاجه احمد دي استقرار الاوضاع الامنيه. نتمنى يا رب ان هو يظل كده، وان شاء الله نفتتح القناه على خير يا رب باذن الله. توقيع 24 اتفاقيه جديده بقيمه 10.5 مليار دولار بقطاع البترول. ده بعد المؤتمر الاقتصادي. يعني نقدر نقول ان العنوان الكبير كان المؤتمر الاقتصادي بقى تنظيم منظومه الري الري المغطى والمكشوف بمساحه 125,000 فدان. الزراعه حاجه مهمه جدا لازم نركز عليها الفتره دي. وانا هنا عندي تحديث شبكه الطرق، ان احنا قدرنا في سنه واحده بس نعمل اللي مصر كانت بتعمله بقى لها 50 سنه، عملنا 3000 كيلو متر طرق بس، وده طبعا بيسهل الحركه المروريه جدا وبيسهل طرق السفر وامن، والطرق كلها جديده، فدي حاجه حلوه جدا. طبعا عندنا هنا برضو اللي هي تطبيق منظومه الخبز الجديده، انه ساعد ناس كتير العيش بقى، الطوابير دي كلها بطلت، ما بقاش فيه الطوابير بتاعت العيش، ما بقاش فيه طوابير خالص. طب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ان النمو الاقتصادي ارتفع اكتر من بعد المؤتمر فوق 5%. يمكن كان محمد بيتكلم عليها توفير 260,000 فرصه عمل ما كانتش موجوده قبل كده، ظهرت في العام ده. ان شاء الله تزيد كمان يا رب. ودي لوحه عن الوحدات السكنيه اللي هو مشروع المليون وحده سكنيه، ان هو تم تنفيذ 67,000 منها وتم تسليم 250. طيب ايه الحاجات اللي كان نفسكم تكون موجوده معاكم في الفيلم من انجازات ولسه ما حصلش لغايه دلوقتي؟ سؤال صعب. يعني فعلا في حاجات احنا نتمنى انها تبقى موجوده. انا مثلا اتمنى حاجات، يعني اتمنى مصر بلا عشوائيات، بس ده مش هياخد سنه. نظافه الشارع، نظافه. نتمنى التعليم يحصل فيه كده، يعني زي ما بننظف الشقه ننظف التعليم، اللي هو يعني نغير المنظومه كلها. زي ما وضبنا الطرق وعملنا طرق جديده، يبقى في بقى نظم مروريه شويه، المرور يتحسن شويه، ان احنا مش بنعمل طرق ومفيش مرور ومفيش نظام مروري، لازم نهتم شويه بالنظام المروري زي ما احنا اهتمينا بالطرق وعملنا طرق جديده. في موضوع التعليم برضو، يعني ان فنون جميله مثلا بتاخد بالمجموع عن الموهبه. ثم الموهبه يعني مثلا انا واحده كنت عايزه اخشها، نجحت في القدرات بس مجموعي ما جابش. طب ليه؟ دي حاجه موهبه يعني، مش حاجه انا هخش فيها. الموضوع ده قاهرني. ساعات النظر في يعني منظومه القبول في الكليات يعني بالظبط. وثانويه عامه اصلا نفسها من نفسنا يعني مش من بس من الناس، احنا يعني احنا المفروض نعمل احنا كمان، يعني مشكله النظافه دي احنا ليه يعني وانا ماشي في الشارع خلصت حاجه كلتها رميتها كده وخلاص. طب ايه في سلوكيات بقى، احنا بنتكلم في سلوكيات يعني مش بس يعني نعاتب الناس واحنا نفسنا من جوانا ما بنعملش حاجه يعني. صحيح. طيب انا يعني شايفه كلكم لابسين تيشيرتات تحيا مصر، ده ايمانا بالشعار اللي احنا رافعينه ولا يعني ليه اخترتوا تحيا مصر؟ هو احنا لما لقينا انه في هاشتاج مصر بتفرح، فحبينا انه احنا نطلع بحاجه من الجامعه كطلاب الجامعه، وقررنا ان هي تبقى تحيا مصر، وعملنا تيشيرتات وتصورنا بيها.
اللي جاي بقى احنا دايما بنقول ان الشباب لازم يكون له دور فيه، ودايما نقول تمكين الشباب، والعبارات اللي رنانه دي اللي ما بتطبقش خالص على ارض الواقع للاسف يعني. لكن اذا طبقت يعني، وانتوا بقى اللي توليتوا المسؤوليه في المجالات اللي انتوا بتدرسوها سواء هندسه او لوجيستكس في منطقه القناه او يعني اعلام او غيره، اكيد انتوا عندكم افكار نفسكم تتحقق في كل مجال درستوه كده. اسمع منكم ايه الافكار اللي انتوا عاوزين تحققوها في المستقبل علشان يعني انتوا تشاركوا. يعني احنا عايزين نشارك في البنى، عايزين نشارك في تغيير الفكر، كل واحد فينا عليه العبء ده اصلا. فلو سمعنا منكم كده يعني بالترتيب ايه الحاجه اللي نفسكم تعملوها في مجالكم لما تتخرجوا؟ انا نفسي طبعا المشاريع اللوجستيه اللي هتتعمل حوالين قناه السويس تبقى يعني زي ما احنا عارفين طبعا في جبل عالي في دبي في الامارات. هو اقتصاد الدوله كله معتمد عليه، فليه ما تبقاش احنا عندنا حاجه زي قناه السويس الحمد لله بعد المشروع الجديد ده وافتتاحات اللوجيستكس حواليه، تبقى حاجه زي جبل عالي واحسن كمان. سنغافوره وسنغافوره فنفسي تبقى مصر في حاجه زي كده هتفرق مع البلد كلها يعني. يا رب ان شاء الله. هو انا هندسه اتصالات، فنفسي يعني الانترنت على الاقل يتصلح، ان انا شغلي يبقى في الشركات، يبقى شركات كويسه ومتوفر اكتر من كده شويه. النت طبعا دي اهم حاجه. فعلا اتصالات بقت حاجه مهمه جدا مهمه جدا قوي في الاقتصاد دلوقتي، والمفروض نطورها الفتره الجايه. انا اعلام نفسي ده فيلم كبير ده عايز يتفور كله. لا يعني نفسي ابقى اوصل اعلاميه وكده، وكمان انا بحب التمثيل جدا. ف يعني انا لسه محجبه جديد، فلسه بقى اللي هو ما اعرفش دي بتتقبل ولا ما بتتقبلش، فمش عايزه الموضوع ده يبقى في مصر اللي هو انت عامل عشان التمثيل مش عامل عشان شعر او شكل او كده. ان الموهبه تبقى الاساس. انا نفسي الموهبه هي اللي تظهر عن الشكل كتوتال دلوقتي في السينما يعني. اخر بقى امنيتين نسمعهم منكم انا هندسه عماره، فانا عايزه يعني نحسن من شكل الحاجات العشوائيات دي. انا منضمه ليكي، اعملي حمله وانا معاكي علشان شكل المباني بيزعجني جدا وانا ماشيه. اخر امنيه معانا. انا نفسي لما اتخرج ان شاء الله ان انا احاول اساعد على قد ما اقدر في المناطق الفقيره زي العشوائيات، بان احنا نعيد ترميمها من اول وجديد. يعني هتكلف بسيط جدا، مش هتكلف كتير، بس حتى هنعيشهم حياه على الاقل ادميه. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني انتوا قلتوا حاجات كلها كويسه جدا. فكرتوا انكم تعملوا بعد كده حملات تبقى ليها فايده، ليها تاثير في المجتمع، او تشاركوا مع جمعيات بتشتغل في الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها؟ قبل كده ما كناش لاقيين حد يسمع لنا، دلوقتي لما نبدا هنلاقي حد يسمع لنا شويه اكيد هنعمل حاجات زي كده، هنبدا نفكر ونبدا ان احنا ننفذها يعني. واحنا اصلا عندنا في الجامعه احنا عاملين النشاط الثقافي عندنا في الجامعه، عامل نادي صغير كويس. بنناقش فيه كل حاجه احنا عايزينها، بنطلع لجمعيات خيريه، بندي تبرعات، كل ده طبعا تحت رعايه الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه طبعا. كويس طبعا. يعني بتحسوا انكم بتعملوا فعلا انجاز في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. احنا بنشكركم ونشكر افكاركم، ويا رب ان شاء الله المستقبل يبقى احسن بيكم باذن الله، شكرا تقدروا جزيلا. تحققوا كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله، ونفرح كلنا معاكم ومع مصر بشباب مصر بقى في المرحله اللي جايه. بس قبل ما نختم مسمينه ايه على اليوتيوب عشان الناس تتفرج عليه؟ يعني عايزين نقول الاسم انجازات عام، انجازات عام في عيون طلاب شباب اكاديميه البحريه. ده الاسم، انجازات مصر في عام من عيون طلاب اكاديميه البحريه. فاللي بيتفرج على البرنامج احنا بننصحه يدخل على اليوتيوب يتفرج على المشروع اللي عملوه في مصر. بشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله تكونوا معانا بقى بعد ما تتخرجوا، ويكون كل واحد فيكم حقق اللي هو عايزه باذن الله. هنزورك في قناه السويس ان شاء الله. وبعد الفاصل هنلتقي باخر فقراتنا، وهنفرح معاها مع مجموعه من الفنون المختلفة القادمة من محافظة الإسماعيلية، المحافظة اللي هيقام فيها الاحتفال اللي بنتمنى يكون احتفال تاريخي ويكون بداية لمرحلة جديدة. تاريخي لأنه هيفصل بين تاريخ وتاريخ، نتمنى ده يحصل فعلا ويكون بداية لمشروعات حقيقية فعالة موجودة على أرض الواقع. بعد الفاصل إن شاء الله هنفرح مع بعض مع فنون الإسماعيلية.